بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. يلا افطار النهاردة بقى سهل وبسيط خالص. سمك لبن تمر هندي على فكرة. يعني حاجات مش شكل بعض خالص، بس تعالى افهمكم واقول لكم ايه اللي حاصل. بس قبل ما تدخلي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الاشعارات الجديدة. طبعا كنت امبارح عامله سمك، وفاضل عندي السمك بطماطم اللي هو السمك اللي بالصلصه ده ورز احمر. فقلت خلاص هما دول انا هاكلهم. انا وحماتي بقى احنا بنحب السمك والرز الاحمر. طبعا بما ان جوزي وولادي السمك تقيل على قلبهم، فعملت لهم صدق اسكندراني بالبصل والفلفل والطماطم كده، وبطاطس محمره سلقتها وحمرتها، وطلعت لهم مخلل بقى وعيش وبتنجان مخلل كان عندي في التلاجة، وسلطة بابا غنوج كانت عندي برضو في التلاجة. طلعتها بقى وعملت لهم اكله شعبيه كده، هم بيحبوا الاكل ده قوي. غير احنا في الحقيقه مش هناكل صدق، ما ينفعش الصدق جنب السمك. انا وحماتي هناكل السمك وناكل الرز، وهم ياكلوا الصدق. وكان عندي مانجا في التلاجة طلعتها عملتها عصير، وعندي كركديه ازازة كركديه طلعت الكركديه والمانجا اهو، هو ده عصير النهارده. وعيش بقى وفضل ونعمه، ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. اتعلموا ما ترموش اي حاجه يا حبايبي، مش معنى ان في اكل فاض مننا ان نرميه او ما بنحبوش او كده، لا حرام. ممكن نركنه يوم او اتنين، ولما يوحشنا بنطلعه تاني في التلاجة وناكله عادي، ما فيهاش مشكله. انا عملت تقريبا 5 يوم رمضان الفطار من بواقي الاكل كلها اللي كانت عندي في التلاجة. كان بتبقي عندي من كل يوم طبق طبق كده في علبة، مسكتهم كلهم وعملتهم فطار. ما نرميش اي حاجة. سلام عليكم.